الثورات لما بتقوم بتحصل عشان تجيب ناس مكان ناس، واللي عملوها كانوا متخيلين إن النظام لما يقع البلد هتتحول لجنة، فبدأوا يحلموا. كل اللي لقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا إن ثورتهم لو غيرت أشكال فما بتغيرش أسلوب، رغم إننا واثقين إنهم مش هيستحملوا، لكن بنعاقبهم بهدوء، لأن بطء العقاب بيبقى أصعب كتير من العقاب نفسه. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. دي يا سوحة، يا بنتي يا سموحة، يا بنت عشان تفطري. طب ياما متصربعه على ايه؟ كنت بحط كحل. خبطي على الرايق يجي يفطر معانا. لا يا اختي، ابن اخوكي راجع وش الصبح، ولو انقتل له قتيل ما هوش صاحي. وبعدين انا مش عارفه عايزه تصحي ليه عشان ينكد علينا. عيب يا بنت، عيب تقولي على ابن خالك كده. اللي يشوفك دلوقتي يا اختي ما يشوفكيش وهو مسافر. مين دي؟ كمالي يعني. وبعدين مش احسن ما هو رجع لنا ووقف لنا على السقطه واللقطه؟ مش عارفه ما عادش مع اخوه ليه هناك. طب عيني في عينك كده يا بنت اهو. عينك معمصه روحي اغسلي وشك. ما انت داخله. مين اللي بيخبط علينا دلوقتي على الصبح ده؟ دي تلاقيها خالتي ديحه جايبه لي البدله. بدله يا بدله، البدله قال تكونيش فاكره نفسك رقاصه يا بنت. صباح الخير يا ست سماح، هو ايه الكبير لسه ما صحيش ولا ايه؟ خش صحيه. ما تصحينيش انت ليه؟ نومك تقيل يا ميم. يا عمتي كل ده عشان تاكلوا اكل لوحدكم؟ لا يا حبيبي، الاكل متشلك اهو. تعالى يا حبيبي بالهنا والشفا. طب يلا كل يوم اعملي لي شاي. وما تعملوش انت لنفسك ليه؟ شايفه عمتي؟ يا بنت قليله الادب. صباح الفل يا كبير. عايز ايه؟ اللي ربت عن امبارح. حط على شوفونيره وطير. ماشي يا كبير. نيله. يلا يا يوجتك ايه يا واد يا نحله؟ خضتني. غصب عني يا ست مديح. صباح الخير يا رايق. طبعا الفل لما ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي اقعدي. لا مش هقدر اقعد كتير، عايزه اروح اصحي الواد يوسف وافطره. فين البدله؟ انا جايباها واسكتي بقى عشان ما يسمعش ويجي يشوفها يعمل لي جغغه على الصبح. يو انا حره. هدنك وراها كده اهو لحد ما الرايق يفقعها علقه ما كلهاش حمر في مطلع. صباح الفل يا زوزه يا جميل انت يا حلو. صبحتي قطه من غير ديل. بصي يا حبيبتي،
ودي اهي بصي بقى ظبطتها لك ودقتها لك من عند الوسط. تسلم ايدك يا خالتي. تسلمي يا حبيبتي. طب والنبي كلي لك لقمه. يا حبيبتي تسلمي، مش هقدر والله، هبقى اعدي عليكي يا زوزه. لا بتعدي ولا بتهيلي، جت مصيبه. كام كده يا خالتي؟ اخصى عليكي، عيب يا بنت، بتقولي ايه؟ يلا سلام بقى. يلا سلام. هستناكي يا ديحه حبيبتي. دلوقتي بقت حبيبتي. المره السوي دي كانت جايه ليه؟ ما بتاكليش ليه يا غالية؟ ما تاكلي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، ماليش نفس. بقول لك ايه يا بابي، انا عندي لك باد نيوز. خير في ايه؟ التمثال طلع مضروب، تخيل. يا ريت تكلم بقى الراجل اللي انت بتشتغل معاه ده وتقول له عيب قوي الحركات دي. احنا مش عيال صغيره عشان يعمل معانا الحركات النص كوميدي. انت متاكده من الكلام ده؟ الراجل ده صعب يرسلنا، وبعدين دي مش اول مره نشتغل فيها مع بعض. جرى ايه يا بابي؟ انا هضحك عليك ولا ايه؟ التمثال مضروب. يا ريت بقى ما تخليش ثقتك في الناس دي تغشك. اوكي؟ اوكي. افطر انت وانا هروح اعمل شويه حاجات كده وهحصلك على البازار. ما تنساش ترجعهولي. اوكي. ايه يا شيمي؟ انت فعلا هترجع له الشغل؟ امال اخليه؟ هعمل بيه يعني؟ لا انا اقصد انك تتاكد منه الاول. اصل بصراحه غاليه بنتك لما بتغضب من حد او ما بتحبوش بتطلع في حاجته القطط الفاطسه، وانا خايفه لا يكون التمثال سليم وتبوظ لك البيعه كده والسلام. علشان خاطري يا شيمو اتاكد منه، مش عايزاك تخسر الراجل. بعد كلمه غاليه مفيش كلام. ماشي يا شيمي، ربنا يخليها لك. انت صحيت يا يوسف؟ لا لسه نايم. اغسلي دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي، انا جهزت لك الغيار التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير على الريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. انا ما رضيتش اروح شغلي قبل ما افطرك. قوم استهدى بالله كده، اطفي السيجاره وكل لك لقمه. ماليش نفسي اطفح. يا نص. خالتي يوسف صاحي؟ يا حبيبي، رحتش المدرسه ليه يا واد؟ يا نصة. حبيبي. اعمل ايه؟ عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له. عايزني في ايه ده كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل. ماشي. خد تعالى. هات لي 2 و2 وكتر ترشي. ماشي. خد تعالى. شبرق نفسك. ماشي. اوامر نص عشان خارج. حاضر. بصي بقى يا عروستنا، شوف التشكيله دي يا عريس، مش هتلاقي رسمتهم في اي حته تانية. الله تجنن قوي. هي جميلة قوي يا حبيبتي، وبصراحة هتجنن، بس اللي يجنن أكتر إن جيجي شكل الواحدة منهم تقيلة قوي وهتوزن جامد. الله، انت هتستخسر في عروستنا ولا ايه؟ ما كله راجع لك يا عريس، وبعدين لولا عليا كان زماني وصلت لكم المحل لحد البيت، بس يعني يلا المقدس مسافر بقى وانت عارف دي امان. بس سمعونا زغروطه كده. الله، وريهم الخواتم يا فاروق عن اذنكم. هو انا فيكي مغرم صبابه مغرم صبابه. يا بت، احلى صباح، احلى صباح لما اسمع صوتك. صباح الفل. ايه الزغريت اللي عندك دي؟ انت اتجوزت من ورايا ولا ايه؟ لا ما اتجوزتش ولا حاجه، دي عندنا عروسه كده زي القمر، فكرتني بيه. لا ان شاء الله احنا كمان هنجيب شبكتنا، ما تقلقيش. يا رب يا ديبو يا رب، انت مش عارف انا بستنى اليوم ده ازاي. بكره تروح تبقى زي الفل. اصبري يا بت، وهتشوفي ديبو هيعمل معاكي ايه. انت صحيت؟ طب كويس بقى، يلا عشان ماما حضرت الفطار. ماشي يا شهد، 5 وجاي. طب يلا بسرعه. طب اقول لك ايه، انا هقوم بقى عشان اشوف الدنيا فيها ايه. هشوفك النهارده طيب؟ طبعا هتشوفيني، هو ينفع يعدي اليوم من غير ما اشوفك؟ يلا خلي بالك على نفسك. سي يو سون. تيك كير ماي بيبي. ها تيك كير يا بت. صباح الفل يا كينج. الحياه من غيرك صعبه على فكره. صباح الفل. طول ما انا جاي في الطريق عمال افكر في الكلام اللي قلته لي. ولو مؤاخذه الفلوس اللي بتحكي فيها دي مش فلوس. حاضر، هعوضها لك العملية الجاية يا رايق. يا باشا مش عشاني. زي ما انت بتقول دول 30 فدان، في ناس كتير، ناس بتوع الحي وناس بتوع الجهاز، والناس دي ما بترحمش، وانا عايز اخلص لك المصلحه دي من غير اي عطله. ظبطهم بطريقتك انت يا رايق. لو تصدقني بشرفي انا ما طالع من العملية دي بأي حاجة. انا بعملها مجاملة لواحد حبيبي زيك كده يا رايق. لا طالما حلفت بشرفك يا باشا انا مصدقك طبعا، بس مش لازم تاخدني تحت باطك يعني وانت رايح تجامل. لا مؤاخذه في الكلمه انا ماليش فيها. عندك حق، بس انا لو ما جيتش على الرايق يعني هاجي على مين؟ لا انا حبيبك، تعال عليا براحتك يا باشا، كمل لي الحدوته. زي ما قلت لك قبل كده رايق، هم 30 فدان انشاءات. موافقاتهم لسه ما جاتش. المطلوب الموافقات تيجي وتجيب لي تصريح الجهاز باسرع وقت ممكن. المشتري جاهز والبايع على استعداد انه يخسر نص ثمنها، ما عندوش مشكله. طب والله يا باشا حلو الكلام ده،
طالما الراجل مستبيع كده، ما نشوف لحد من طرفنا يشتريها ويطلع لنا مصلحه حلوه، ولا بلاش ما نشوف لحد يشاركوا ويشتغلوا فيها سوا وبرضه يطلع لنا مصلحه حلوه. كان غيرك اشطر. بص يا رايق، الارض دي ارض دوله، يعني بقت زي الفضيحه. كل واحد بيحاول يبعدها عنه. ليه بقى؟ لان الملفات بدات تتفتح، وكل واحد كان ساحب ارض برخص التراب على حس النظام القديم، بدات رجله تيجي. قريت انا كده، يعني اللي هياخد الارض دي هيلبسها. كل يوم والتاني هيطلع له خازوق، لا وايه، يقرف منها ويجيبها لنا تاني عشان نبيعها له. صح كده. ماشي يا باشا، تمام. خد يا سيدي، ده الورق، خلص مع الجهاز وبعدي خد حسابك. واحنا في بينا حساب؟ اعتبره حصل. ايه يا ايه فين الاكل يا اهو يا حبيبي، سلامة الشوف يا ضنايا قدامك اهو. ده ايه؟ انا بقالي يومين قاعد من الشغل عايز ارم عظمي. ياما حرام عليك يا ياما فكيها، ياما بلاش استخسار، ياما فكيها. كل كل يا حبيبي، لقمة هنية تكفي 100. يلا. 100 في مين دي؟ ما تكفيش عيل صغير. ديبهم انا عايزه كتب خارجيه بقى. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. نادين، انتي نازله يا حبيبتي؟ يا ماما، النهارده البروجرام مليان. هنجيب الفوج من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، بعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل المستشفى، هيعمل عمليه. ربنا يشفيه. بعدين كفايه عليه قوي، مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباكي يا حبيبتي. وبعدين يا ماما، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس، ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلك. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شيء هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته. دي البلد عايمه على الاثار. صراحه ربنا يا باشا، انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال، لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش برضه يا باشا، ما مدام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول، انت اللي عودتنا على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا، اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه تانية. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابي؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنياك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه، خد اركن لي العربيه بتاعتي وسايبها في نص الشارع. شحته، اركن عربيه الهانم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على حاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد، لو سمحت ريحني. ممكن؟ خلصت الشغل اللي في ايدك يا احمد؟ خلاص يا حاج، فاضل بس تركب دبرياج وابقى كده تمام. شد عينك شويه عشان اخش على الكربراتير. حاضر يا حاج، حاضر. ثواني اكون خلصت على طول واخش على الكربراتير. يا اسطى. ايوه يا حاج امور. تمام. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لقيت نفسي فاضيه، قلت بدل انا وامي بنقعد ناكل في بعض اعملها لك مفاجاه. طب وحشتني يا جزمه. جزمه؟ هي دي رومانسيه؟ دي رومانسيه التراسيه، هو ده الجديد في الموسم. طب اسمع عشان ما اتاخرش، بكره خلص تدريب بدري، ايه رايك نتقابل؟ لا بكره ما ينفعش، استحاله. استحاله؟ مش عايز تشوفني؟ لا مش قصدي يا شيماء، انا اسف وحياة ربنا انت مش فاهمه. هقول لك، اصل بكره عندنا ماتش مع انبي، وانبي ضيع علينا الدوري قبل كده، فلازم بكره نروح ولعين نار عشان يكشوا مننا. امال ايه؟ الله. اوه جمهوره ده حماه. اوه على الحلوه والمره معاه، مفيش في قلبي غير الاهلي ولا فيش في غيره فرحني. اوه انت عبيط يا احمد؟ عبيط يا ابني، انا جايه لك الورشه اول مره اجي لك ما قلتليش حتى تشربي ايه وبتغني للاهلي. هتشربي ايه في القهوه يعني يا شيماء؟ هشربك ايه؟ زيت باكن؟ وبعدين الرومانسيه اللي بتتكلمي فيها ديت ببدل انبوبه البوتاجاز اللي انا لابسها دي. الله، الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما ينفعش هنا. ورشه وزيت وشحم وفيزا وبتاع. صح، انا غلطانه، ما كانش المفروض اجي لك اصلا. يا رب الاهلي يتص 5. لا ايه اللي انت خدي يا بنت، تعالي هنا. ايه اللي انت شيماء؟ طب هو جمهوره ده حماه. السلام عليكم يا مديحه. عليكم السلام، ازيك يا ياسين؟ ايه ده، معقوله جايب الجواكت بنفسك؟ لا، ما انا كنت في مشوار كده وقلت اعديهم بالمره، وهنروح مع بعض بدل ما تروحي لوحدك. تمام كتير؟ لا خلاص انا بشطب اهو. الله،
الوانهم حلوه قوي يا ياسين. لا موصي عليهم بنفسي. تسلم. الله، بس دول 5 مش 4، يعني في واحد زياده. خلاص يبقى ال5 دواء علشاني. عشاني انا؟ علشاني. هيغلى عليك ولا ايه؟ ايوه بس ياسين. ايه مديحه، ترد هديتي؟ تسلم لي وتسلم مجابك يا اخويا. ما قلتليش الواد يوسف عامل معاك ايه؟ اهو زي ما هو بيعاملني كاني مش امه. والله ما انا عارفه ياسين هلاقيها منين ولا منين. لا انت عارفه يا مديحه، يوسف مش هيتعدل ولا ينصلح حاله الا ما يعرف موضوع ابوه. يلا ربنا يهدي الكل. خلص بقى اللي في ايديك بسرعه وانا هستناكي بره اشرب سيجاره. ماشي. يلا سلام. سلام. في رجالة كتير في الدنيا بس منه وعد مفيش، ده عينه مني. برنسيسة يا ست الكل، وربنا برنسيسة. انت تاني؟ شوقي بيه بيمثل. والنعمه يا اخويا انا مكسوفاك. كل ليله تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام، انت ما بتزهقش؟ انت حاسه بيا اهو. طب هقولها لك تاني لان انا مش عارفه انت مشكلتك فين يا اخ، في ودنك ولا في دماغك؟ انا رقاصه وبس يا عينيا، مش خيشه اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزمته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل. قلت ايه بقى؟ بالهداوه يا ست الكل. مش كده. هاتشيش يا نحله. انا يا كبير. والله يا اخي انا مش فاهم، اسافر وارجع الاقي البلد حاله بتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت ايه اللي رجعك؟ ما كنت خليتك يا اخي، على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي. قول لي يا ميم، انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه مش هنخلص بقى من الحوار ده. يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطت في الطياره يعني؟ بعدين هكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا ميم؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم، I have no life, I live in dark here. دارك؟ انا عارف انت تغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو رايق. يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع يا نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله وابعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي مدروشه. بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لمضى بقى وطير، يلا يلا على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عازه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران، الموضوع اللي بينك وبين امك ده بقى مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه يا واد هتنرفز مني ولا مش إيه؟ القصد، بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا يوسف. اسمع انت يا عم ياسين، الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين، ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده، ما هي قليلك بدل مره 10 وخلصنا من الموال ده، ولا انت تغيب وترجع تنكش فيه تاني، ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاع ايه؟ انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ عيب يا يوسف، ده امك يا ابني. امك سابت راسي زمان علشان خاطرك يا يوسف، اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. ما اللي مكتوب في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين نسيبة الجواز؟ ولو كان مات فين شهاده الوفاه؟ فين اي ورقه تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا دافنين سوا. ولا انت ناسي؟ ناسي العيال زمان وانا في الحركه وبينادوني يقولوا لي ايه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف، بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابها وطفش ومش عارفين له طريق جره وخد معاه كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكذب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق، فده موضوعك، انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجة؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفة. يا عم الحاج الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجه بتلاقي قصادها حاجه. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجه لشغلي. طب وما هي بالحته بتاعتك؟ هو ده الكلام. الله يسهل له. اوعى.
انا احلى عينيا يا كبير. وفي الدوشه اللي جوه دي؟ مشغل لهم ماتش حريمي انما ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك وما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى، قلبك قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتك، ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشني. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك اسمعي بس، كده. انا قليل الادب. لا يا دي يا بت فهميني، انا قليل الادب. انا بسيب الرجاله، محدش في الدنيا دي يمنعني غيرك. البت دي مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كلكس يا اخويا عشان يقولوا لي نقص السلم ولا حاجه. ايه يا اسطى؟ انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس. اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمرة كل ليله دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني ومش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عيني. ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجه عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبطي يا بت. مالك 100 مره يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. ما حدش هو في ايه؟ سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها ايه رايك في الحته؟ عجباني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي هجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني، بهرها كام؟ بص هي تمنها كف. كف كتير، انا اديك 3.5. تمام؟ تمام انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك، اتكل على الله دلوقتي. جرى ايه يا رايق؟ جرى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي تتفرج علينا مخاليق ربنا؟ عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى انا اقصر بقى وانا هربيكي، تعالي بقى. يا اختي يا رايق يا رايق، ما تستهدى بالله يا جدع. انا يا يوسف كده اطلعي روح على البيت ولا تتربى يا يوسف. وريني اخك ايه يا رايق؟ اخر انت هتشوفيه دلوقتي بقى. انا هوريكي، تعالى. ايه ده؟ شيشي خديها على فوق، يلا 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 على فوق يا عم دينا. ما كان مسافر ومريحني، انا عارفه ايه اللي رجعه، رجع عشان ينكد عليا ويقرفني. منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شويه بدري من شغلك، يعني على الساعه 7 كده كويس. 7 ايه ياما وانا بهز في مستوصف؟ اشحال كنت بنت كار وعارفه. كار ايه يا اختي؟ هو الكار بقى كار؟ ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزه بحساب والطبله بحساب والزمره بزماره. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بت. ما تجيبي كده من الاخر يا بت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفينه، البت موحه بتكيد للرايق وعينها هتطلع عليه. لازمتها ايه الهليله اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخي عليه؟ الله، تحب اكلمهولك انا يا بت؟ ايوه كلمهولها يا جيجي. اسكتي ياما، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بت. للسيما يا روح امي. سيما سيما يا سيما يا ام السيما يا سيما. ام السيما، وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ الدم يديك يا بنت. سيبيها على هواها لحد ديلها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بنت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو والوسط كده اهو، ودول ما شاء الله كده اهو، ودول ما شاء الله كنت تحط فنجان القهوه عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانه الرجل كانت كده اهو، ولا شرعة العين لما كنت اضرب الكحله فيهم كده اهو واشرع بعيني كده اهو، كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسميه عبد الرازق بلاني لا يختي عليكي وعليهم من بدري. امك حافظاها كلها. انتوا عارفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف، شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه الانتخابات؟ ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ الثوره مستمره. ثوره مستمره؟ ثوره مستمره.
ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عمليه زي دي؟ هي كيمياء. طب عارف ان انا رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه؟ ايه ده؟ يا عم قول له لحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجه. خلاص بقى انت تسيح لي، ما كان لازم اهرب، ما العمليه كانت رايحه تدفع علينا كلنا يا يوسف. في ايه؟ قدر ولطف يا ميمي، حوار وعدى. ماشي. الواد ده كان بيغلفط على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المتغطي، بس هو عارف يا لطشة في مين. الناس دي بيصوروا عندي في الشغل كل يوم، بسمعهم بيقولوا نفس الكلام. فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس يعني. شايف هذا المخ المتاسس، هو جاب لك من الاخر، قول له يا ابني. دي ميزه بقى ان واحد مثقف زي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم ايه، انا ماليش فيه. رئيس وزراء، رئيس جمهوريه، احنا هناخد القرشنات بتاعتنا من الجنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى قضيت. Este cuadro es genial. Semejante original. Entonces voy a coger uno. Gracias. De nada. يوسف. مومنتو. سي hombre, sí. بتعملي ايه هنا؟ انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايف مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقه تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه، ما تاخد اجازه من الشغل يومين تستريح. انا طالعه شرم مع جروب، تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك، وقلت لك 100 مره زمان حاجه ودلوقتي حاجه تانية. انت بتتهرب مني يا يوسف؟ اتهرب منك بتاع ايه؟ هو انا مديونك بفلوس؟ انت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل واكل عيش مش مكان كلام، فاهمه؟ اتفضلي امشي دلوقتي وانا لما اخلص هبقى اكلمك. يا سن ترسيني في ايه؟ الجنرال طلب يقابلني ليه؟ ما هو لو كان قال لي اكيد ما كانش طلب انه يقابلك. بس حاجه غريبه قوي، كل مره الاتفاق بيكون معاك انت، اشمعنى يعني المره دي؟ بعدين الجنرال انا ما شفتوش غير مرتين في حياتي، ما ترسيني يا سن على الحوار، فاهمني؟ قول لي احنا زعلنا الجنرال في حاجه لا سمح الله. زعلتوك؟ قول يا ديبو، انت اشتغلت مع الجنرال قد ايه؟ كتير على قدك. وخلصت بني ادمين لحسابه قد ايه؟ يعني شويه. شوف بقى، كل اللي عملته انت واصحابك ده الجنرال عنده ناس ممكن تعملوا معاكوا لو فكرتوا حتى مجرد انكم تزعلوا. زعل مين؟ احنا برضه نزعل الجنرال؟ احنا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب انه طلب يقابلني. ما تستعجلش، هتفهم. انت ما تقول لي يا سيدي انت شغال معاه وممكن ترسيني على الحوار. ده فاهم غلط، انا مش شغال معاه، انا شغال عنده. كمال يا حاج انا معاكي. ومن ليلتها يا اخويا قرينا الفاتحه وخدوا الشبكه وعنها ابتدوا بقى يشتغلوا في الازرق. وبعدين قال ايه؟ قال عايزه تنزل السيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الارض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسيه وبيدوخها. بيدوخها؟ اه. هي حبلة ولا ايه؟ حبلة ايه يا اخويا؟ بقول لك خطيبة حماده ابني. لا مؤاخذة يا عم حماده معلش. طب طلباتك يا حاجة؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانه منها وقافل منها على الاخر. وهم لو عرفوا الكلام ده هيدوسوا على الشرط. لا يا حماده اوعى نفسيتك تقفل، انا خلص لك الليله دي. طب الشبكه دي بكام يا حاج؟ ب 4000 يا اخويا. هنقول 5000. انا بقى ليا فين ونص. ليه يا اخويا؟ ليه يا حاجه؟ ده حماده اللي ملص، وطالما حماده ملص يبقى الشبكه من حقهم، ولا انا بتكلم في الغلط؟ انت بتتكلمي في ميت. ايه رايك بقى نصحي نص ونعمل له اسبوع ولا نقرا عليه الفاتحه؟ لا يا رايق، نعمل له اسبوع يا اخويا. يبقى كمان اسبوع تعدي عليا وانا جاهز لكل حاجه. الاول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وابوها شغال ايه. انا مجهزه لك كل حاجه في الورقه دي. ماشي يا حاج. ماشي يا اخويا، فوتك بعد. الله يعافيك. سلام يا حماده. الله عليك يا رايق يا حلال المشاكل، بس لو كنت سمعت كلامي بقى وفتحت لك مكتب محاماه مش كان احسن من بدل قعده القهوه والقرف اللي احنا فيه ده؟ محاماه يا بجد؟ ما كل المحامين قاعدين في البيت مش لاقيين شغل ولا اي حاجه خالص. انا اهو قضيتي مضمونه وبكسبها دلوقتي على طول. سلام عليك يا رايق، كل يوم بتعلم منك حاجه، كل يوم. حاجه انا قلت حاجه يا بجم، روح اقعد اعمل لي حاجه. يلا يا ماشي يا رايق. يا رايق يا رايق يا رايق يا يا رايق، شفت عملت ايه النهارده في اولاد المدرسه؟ عملت ايه؟ ظبطتهم الحركه اللي علمتهاني. ازاي؟ اخدت واحد بالنص واديت التانيه كشاف على عينيه. الله عليك، عشان كده انا هعلمك حركه جديده. طب يلا يلا اقعد بس هشرب الحجر ده واجي معاك. انا احلى هات له زحله. انا يا رايق بس الحجر الاول. ماشي. اهلا يا ديبو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك.
حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال. زمان في المدرسة علمونا ان ابو قردان صديق الفلاح، عشان بينقي الدودة من الارض وبياكل الحشرات اللي بتضر الزرع. يعني مفيش مرة غابة وعمل اكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم، عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك، خد تلحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى بتشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو قردان. انا قلت الراجل يتقدم، ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. لو طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملتكم وانا اللي اقدر اعيدكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على ثمن العربيه اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلكم. مع السلامه. يا سعادة الباشا، أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت أمرك. مع السلامة. هو مال امه هو اذا كنا نبيع العربيه ولا ان شاء الله حتى نولع فيها؟ مش عملنا له اللي هو عايزه؟ هو ده اللي حصل. ولازمته ايه بقى ابو الا والدراع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من دينا وما كسر لك دماغ دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده يا عم ميمي؟ بلاش فتحة الصدر دي، فتحة الصدر دي مش مع أي حد. اللي حصل ده كان غلطة، غلطة كبيرة كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجه ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العملية دي كان لازم تبان إنها قرصة ودن، مبعوت له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وصعدنا عليه بانت إنها حركة عيال هجامين، عايزين العربية مش عايزينه هو. عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شويه. أنا مش فارق لي اللي حصل معاه، مش فارق لي خالص. أنا فارق لي بس إن أنا فهمتها متأخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك، خلاص يموت المعلم ولا يتعلم. تحب اروح اعلمك على الواد ده تاني هديه مننا ليه؟ ايه يا عم مني؟ وانا بحكي في ايه؟ هنحكي في المحكي. خلاص روق يا ديبو. انا هقوم عايز اروح الشغل، غالبا ما رحتش. ماشي. سلام. سلام. هو متضايق قوي. مين فيكم رايق؟ في ايه؟ يلا هاتوه. هاتوه ايه؟ يلا يا عم. يلا يا عم قول لي في ايه؟ يلا. طب فين طيب؟ يا عم انا ماشي معاه. ايه يا زنجيره؟ قوموا يا باشا. احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا لا بشمر كمان ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى يالا اللي كسر محل الراجل وولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولد حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل؟ افتح بقك يالا، افتح! قلاحه يا باشا والله وشربك قلاحه. قلاحه ولا بلاحه؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كرة صوف تبلعها؟ عمري يا باشا عمري. استاذ فتحي يا استاذ فتحي. تمام يا فندم. ما بربصه الواد ده ينزل كل اللي بطنه وتحرزوا لي. حاضر يا باشا، تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. فول هيثم بيه. يا اهلا يا رايق. هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنج. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسالوه سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلينا على رجلك يا يوسف. رجلينا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي؟ واحنا عندنا نسوان بتروح اقسام. يا اخويا انا بس عايزه اطمن، وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين انت كمان؟ هي لوكاندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول ايه اللي بيحصل. يلا طمنا السلام يا عليكم. اخويا. ماشي. ايه يا عم؟ ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناه لك هنا، ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا، اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان، بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي رتبها معاك، وهو اللي خلي بيك مش انا.
صح يا باشا، مش انت. طب امرني. زي ما تقول كده رايق، مطلوب مني كميه سلاح، ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام، ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك، بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه. والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف. مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض، بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح، وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لا وعلى ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك؟ بس قدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا، عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ متقلقش، دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا، نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. شريف باشا، نورنا يا باشا. قال يا ديب ازيك؟ زي ما هي خدمه يا باشا. ربنا يخليك يا باشا. نورنا والله يا باشا. عيش يا باشا، عيش. ايه؟ مين اللي نقل موجه من اول ورا كده؟ هو اللي نفس النقص يا باشا، مشيت مع السويس. طب روح شوف شغلك انت. تمام يا ريس. وجيه باشا، مساء الخيرات. اهلا ديبو، ايه اخبارك؟ كله تمام يا باشا. والله لو كنت كلمتني كنت قلت لك اجلها النهارده وبلاش. قصدك يعني علشان منصور الزفت؟ هو في غيره يا باشا؟ هو اللي بيهلفط بالكلام. ده حتى طلع بكره في العاشره مساء، محدش عارف يقول ايه يا باشا. سيبه يتكلم، انا عايز اوصل لاخره ايه. يا باشا لو عايزنا نتصرف معاه قول لي. اللي زي ده ملوش غير حل من الاثنين، يا اما نسيبه يتكلم وساعتها ما نضمنش تاثيره على الناس هيبقى عامل ازاي، يا اما ياخد فوق دماغه من اول مره. ماشي يا ديبو، اتصرف. والله يا باشا ما فيش داعي. انما يا باشا ما تقولش كده، امسك امسك يا راجل. مساء الخيرات. مساء الخيرات يا منصور باشا. اهلا يا ديبو، قول لي اخبار الخرفان اللي هناك ده ايه؟ تعبان يا باشا، تعبان من اللي قلت عليه امبارح. عشان كده قاعد لوحده هناك زي الولاء يا باشا. هو مش عايز يفهم ان حزب الكراسي الموسيقيه بتاعهم ده خلاص راحت عليهم على اللي راحوا. بس انا يا باشا برضه اللي سامعه غير كده خالص، ده ناوي يعمل حمله تشويه قذره لكل رموز البلد المحترمه. ما هو ده منهجه من يا ديبو. بقول لك يا باشا احنا عايزين ناخد بالنا. احنا من شويه مسكنا واحد صحفي ومعاه كاميرا وكان مخبيها، ممكن يفبركوا حاجه كده ولا كده، ساعتها ما نضمنش الظروف هتكون ايه. تصور حاجه يا ديبو؟ لا يصور ايه؟ محدش يقدر يصور حاجه وديبو موجود يا باشا. احنا نقول برضه بس يعني ايه، ناخد احتياطنا يعني. ماشي يا ديبو، بس يا ديبو مفيش داعي يا باشا والله، ارتاح. بس جدا. رايح فين يا باشا؟ لا محتاج انام بدري عشان عندي اجتماع بكره في الحزب. ماشي يا باشا، النوم بدري صحي برضه. نعم يا باشا. قطعم وقطعة سيرتهم. انا اول ما بسمع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقتي؟ خدوه يا حبه عينوه 3-4 ايام وما حدش يعرف عنه حاجه، لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيد وعقر، هو اللي طلعه منها زي الشعره من العجينه. والله الوليه دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل ليكي يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجه ايه يا بت؟ ما ترسي كده. هي من امتى الداخليه كانت بتيجي تاخد رجاله من عندنا؟ يوم لما يشطحوا وينطحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سماح. هو ايه اصله ده؟
كل الحكايه يعني ان انا خايفه ان الراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي ولا ايه يا زوزه؟ يا خرابي يا لهوي بتضحكي يا وليه واخويا مقبوض عليه. يا خرابي بتضحكي يا وليه. الوليه ده اهي هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه شغاله فيه. اظن انت اتكلمت كذا مره وانا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجه واحده بس، انه لا الظرف ولا الوقت مناسب ان انا ارد على حضرتك. وقت ايه وظرف ايه يا مدام؟ ما تكونيش فاكره ان انا بتصل احب فيك واقول لك نرجع لبعض. انا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز ايه؟ يعني اكون عايز ايه يعني؟ عايز اكلم رامي ابني ولا عندك مانع ان شاء الله؟ عشان اكد لك انك مش بس زوج فاشل، انت اب فاشل كمان. انت عارف الساعه كام دلوقتي يا بني ادم؟ الساعه 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله اكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده اجازه بكره ولا ايه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعيش انت بصوتك دوت اللي فكرني بايامك الزفت. ايامي انا الفقر يا واطي. ايام انا وماله، حسابي يجمع يا حلوه. بتهددني يا بتاع انت ناسي كنت ايه ولا ايه يا سعيد؟ ناسي كنت ايه وانا وبابي عملنا منك ايه؟ انت كنت حته مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضه عند الخواجه ولا نسيتي اصلك؟ ايه سكت يعني؟ ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك ان هاجي اخد رامي كمان يومين يجي يقعد معايا في السخنه. عايز اشوف القريه عندي بقت عامله ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمه اديتهم لك، اكتر من كده انسى. بتزعلي من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه، اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه، عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه يعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضه؟ صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تطوع في الحوار ده يا بيبي؟ بس بمزاجنا مش بحاجه تانية. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمل اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها يا عم ياسين. فاكر يعني كان زمان لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا، لكن بقى كل سنه وانت طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها، واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. بس عم ياسين بيتكلم في الصح برضه، حرص ولا تخوف. بص يا نجم، اللي زي هيثم ده اصله شبطه، لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في الازهر، نقعد ينبح علينا في الرايحه والجايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعلى ايه يا صاحبي؟ ارمي له حته عظمه يتلقي فيها وريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق. اتكل على الله، انا بقى الحق انام شويه. ماشي يا عم، الدنيا تعبناك معانا. عيب يا وسخ، ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. عيب ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. سلام سلام يا ولاد. وعنها يا بنتي وراحت ماسكه في زماره رقبتي وعينك ما تشوف الا النور، واطلعي بره يا بنت الكلب. ايديها عامله زي المرزبه، زي المفتاح الانجليزي، حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو. غلبانه والله الست دي ياما. يا كبدي عليها، بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتساير وواعيه اللي بنقوله، وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها. هما مين دول اللي يحضروا ياما؟ خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر. زهايمر؟ هو ايه زهايمر ده يا بنت؟ زهايمر ياما، يعني بعيد عنك كده، فقد اللي بيحصل حواليها، يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي، واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش. علشان كده على طول جايبه في سيره صلاح اخوها. هتلاقيها كده على طول عايشه بتحكي في بتوع زمان وخلاص. بس ده مش عاجبني خالص. ممكن تشوف لي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي؟ أنهي تشكيلة فيهم يا فندم؟ التشكيله اللي هناك عندك دي. أنهي واحدة معلش، لا مؤاخذة مش واخد بالي يعني. اقول لك؟ خلاص. انا ممكن اشوف الاسوره دي. ماشي اتفضلي. بس مالها خفيفه قوي كده ليه؟ دي خفيفة؟ مش طب حضرتك ممكن عارفة. تشوفي دي؟ لا مش عارفه والله، بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت؟ فاكر. فاكر عملنا فيه ايه؟ وديناه الاسم. لا افتكر كده قبل ما يروح القسم عملنا ايه هنا في ايه في المحل؟ يا نهار ابيض يا جيجي، ده كل علقة ما خدهاش حمار في مطلع. مش كده ولا ايه؟ ايوه. في ايه؟ انت بتمسكي شنطتي ليه؟ عايزه ايه؟ ما خدتش حاجه. خدتيش حاجه؟ انت متاكده؟ امال ده ايه يا رحمه؟ يا نهار ابوك يا اسود، انا هتصل بالبوليس. استنى يا فاروق، تمم على حاجتك الاول.
شوفش وشك هنا تاني. هور. ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق. مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه، ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين. دي اتعلمت الدرس، مش احسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجن. هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعبي. خلاص يا فاروق حصل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ماشيه، انت عايز حاجه؟ سلامتك. مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلي مخصوص؟ بفك عن نفسي شويه، وكمان ما بحبش اشوفك تنزلي لوحدك. ايه مش الناحيه دي، قلت لك الناحيه دي مليون مره. انت اللي اسمك دياب؟ ان شاء الله. امسك يا دياب. مفيش داعي سعادتك، احنا خدامينك من غير اي حاجه. انا عرفت ان البنت اللي اسمها سماح دي تبعك. لو البنت دي تخصك بجد قول لي عرقك كام. اما بقى لو بتتمحك فيك اخلع نفسك من الليله دي خالص. انا لسه ما خلصتش كلامي. هو كده كده البنت دي هتجهز وتجيلي بكره وانت اللي هتجيبها بنفسك يا دياب. طب اسمع بقى، ده البنت دي كده ولا انا ينفع يتقال لي كده؟ يالا انت صدقت انك برنس ولا ايه؟ اوعى تكون مصدق شويه الهلاهيل اللي ملبسينها لك جوه دي. صح يا باشا، ما الهلاهيل دي ياما بتداري. بقول لك ايه، زي ما قلت لك البيت دي تخصني والمكان هنا يخصني، والمكان ده هيمشي بنظافه طول ما انا موجود فيه. لو دماغك في حاجه تانية هتلاقيها بره مش هنا. ها بره. ماشي ماشي يا دياب. نادين، مدام فادي عايزاكي جوه. حاضر. اوكي. يا استاذ فتحي، دي تالت مرة تفر في الورق. طب دور على حاجة جواه. انت شايف يا راي الارض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام. وانت فاهم طبعا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بإبرة، وانت جاي دلوقتي عايز موافقتها. طب ده وقته، ده وقته يا راي. أولا الأرض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركة مساهمة، هو ليه 20% بس. ثانيا بقى مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا طالما ما صدرش أمر بالتحفظ على الأموال. ثالثا بقى والأهم، أنت مش جاهد بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجة. الورق قدامك ده سليم، محتاجين إمضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا أنت شايف حاجة غير كده؟ خلاص احنا ان شاء الله عشان خاطرك من بكره هنسعى نجيب الموافقات دي وربنا يستر. وأنا عينيا ليك يا سكرة. جهز لي 600. كتير يا عم الحاج. السيولة اللي مع الناس عايزين يرموا بيها أساس عشان يبقوا فتحوا بطن العيان وخلصنا منه. إياكش يموت العيان. أرض ب30 مليون مستكتر نسبة 2%. أكيد يا راي أنت جاي تهزر. يا راجل يا طيب، ده أنا سادد عنك 100 إيد وبق وهسلمك على مية بيضة. هسلمك على الجاهز. يا عم خلاص خلاص، هعمل لك إيه؟ ما أنت كل مرة تاكلني وتضحك عليا. طب أقول لك إيه؟ اسمع. إيه رأيك بقى تديني شقة في كل دور على ال4 عماير، ماشي؟ طب ايه رايك انت بقى؟ هتاخد دورين مقفولين في عماره واحده، اهو دور الكتب باسم المدام ودور الكتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. This is the papyrus plant, and as you can see, it turns into paper. But we have to get all the water out of it. So we put it like this, and we use the hammer to bring out all the water. And this is not for pizza here. We use it for the plant. As you can see, all. I'm sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ان ده مكان شغل؟ ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي، وانا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. اخلصي، في ايه؟ يوسف انا حامل.
صباح الخير يا فندم. صباح النور. الناس كلها بتتكلم عن انجازات سيادتك يا فندم. سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندم. بس اللي يهمني انت لسه ما سمعتوش. اعرفه يا فندم، اعرفه وابلغ سيادتك بيه على طول. عندنا ايه النهارده؟ الميتنج مع وكلاء الوزاره بعد ساعه، بعد كده لازم اتحرك على المطار عشان مبعوث الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. مفيش حاجه اسمها لازم. سوري يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك مبعوث الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين، ده في نفس وقت اجتماع الوزراء. حضرتك هتعتذر عن الاجتماع؟ مبعوث الوزراء اي حد من الرسم يروح يستقبله، اما اجتماع الوزراء انا ما اقدرش اعتذر عنه. تحت امرك يا فندم. الساعه 6 في منزل السفير البلجيكي. اعتذر. تحت امرك. في ايه تاني؟ ده ملف مندوب جامعه الدولة اللي سعادتك هتقابليه بكره. دي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه. خالد نواف ده مندوب الجامعه. مش عايزه اعرف حاجه. تحت امرك. ايه يا كبير؟ خد انت خد انت خد زيتونه بقى. خد كتير. كفاره يا ميمي. تعال خد دي وتعالى كل. لا سبقتك يا معلم. يا عم تعالى. يا عم خلاص يا عم، بقول لك ايه؟ هيثم ايه بقى حكايته؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه؟ يا عم بالراحه علينا يا عم، عارفين يا عم عارفين. بقول لك يا ميمي كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالها سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ لا ما طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكايه بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيا الاول. يا صاحبي في ايه؟ دي نسوان دماغها طاقه، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده بمزاجي يا دياب. بس لو حكمت ورحمه ابويا مليان زول تاني من البيت. هي عملت ايه ما تقول لي؟ ما عملتش حاجه. لا عملت حاجه. يا جدع هنقعد نعيد يا عم في ايه؟ ما عملتش حاجه. انت هتضربني يا جدع، مفيش حاجه. ايه عايز اتكلم معاك كلمتين بالراحه. الحكايه وما فيها انها شغاله معايا وانت عارف. وهناك في بشوات نمره واحد، وحتى لما تروح لوحدها بالليل معلش انا مطمن عليها. مفيش امان يا صاحبي. يا دياب مفيش حاجه. لو في حاجه رسيني. يوه عيب عليك يا جدع، انت مفيش حاجه والله. سندوتش جبنه. يا عم طب لي الف كل. يا سلام. روميا. ماشي. جرجير؟ جرجير. ها. صباح الفل. صباح العسل. امك انا بعمل لك سندوتشات. ها نحله. ايوه كبير عينيا. خلي بالك عبر ناجي. انا قلت البت دي مش هتشتغل، يعني مش هتشتغل، وهشوف بقى كلمتها تمشي في ام البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في ام البيت وابو البيت يا حبيبي، هتمشي على نفسه يا اما مش عليا. اوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل ايه في الطلعه والجايه. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. انت مالكش حاجه عندي. انت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا بنت يا ميمي. عايز تمشي على حل شعرك يا بنت؟ فاكراني قرون ولا ايه؟ ايوه يا بنت احنا ما احناش بقرون، معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. انت بتسخنيه يا اما وهو بيضربني بتسخنيه، ده باين له مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا. اي ايدي. بقى اي ايدي. طب يا اختي ها يا مصعب، خلصتوا ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغال اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت، هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بيفتحش من اول مره. واديك قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغال اهو، بس فلوسهم تحضر بكره. لو المقدس جه بجرد وملقاش لا ذهب ولا فلوس هيزنوني في كلامه وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغال اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبة ايه بقى؟ زي النهارده من سنه كان اول يوم اتقابلنا، فاكر؟ يوسف انا عارفه ان انت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس انت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت اعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجه حاولت اعملها من غيرك، بس والله العظيم ما قدرت. انت صعبت عليا كل حاجه من غيرك. بس
بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا، هيكون من مين يعني؟ اسمعي يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شايله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمه؟ لا، انا رايي تقعد النهارده في البيت تتفرج على الاعاده، دي مهمه جدا، اهم من الماتش. اوه جمهوره ده في ده، خلي بقى الاهلي ينفعك. طيب لما اشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مني. جيت كشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتها له من بره، وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين الروشته؟ هتصرفها لي من عندكم. مالكيش دعوه، بس هاتي الروشته. ايه وما معيش الا هم دهم، ورحمه ابويا ما معايا غيرهم. خليهم معاكي، فطري بيهم الواد، ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. إلهي يطعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني، ما تتحركيش، هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. واد يا نحل، عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهل ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك، كفايه تقطيع بصل والمصحف انا هحول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سونا، الله اللمه حلوه يا وليه. ربنا ما يقطع علينا عاده ابدا يا زوزه يا اختي. ان شاء الله يا رب. بس ما ناقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. واد يا نحله، انا يا ست زوز ما تروح تنده لصلاح اخويا وتستعجل. حالا حالا يا ست زوز. حالا انت رايح فين؟ في نقعد يا عمتي، مصحف صلاح مات من زمان، مات. بس انت اللي مات امتى يا ولد؟ هتتفاجئي ايه يا ميمي مزعل زوزه ليه يا اخي؟ في ايه؟ انت مش شايفها؟ دي النهارده شاديه في معبوده الجماهير. حق الواد ده هزاره بايخ قوي، ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحموض. طيب وعندك صلاح بالمره برضه ها؟ ماشي، عندك صلاح اهو. ايه يا سماح؟ مش تودي امك دكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعمه يا اخويا، قلت لها 100 مره، هي اللي ما هياش راضيه. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا ديب؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شيماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديب، لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك روح وقول له سماح بتقول اسمعي بقى وكفايه تضجين في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير، وانا مش هقف لك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق هيحن؟ لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جنبه. ما انت برضه لو ما بطلتيش لا هيحن ولا هيعبر. في يا سماح، من واحنا عيال صغيره في الحاره هنا واحنا عارفين ان ميمي كاتبك على اسمه. ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. يبقى بناقص يا اخويا، وانا كمان في دماغي حاجات ياما. اللي في دماغك يا بنت على الصبح. دماغك ما تروحش لبعيد يا روح امي. صباح الخير يا موح. صباح الخير. هو في ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي وبكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب، وصباحك فل. وحشتيني يا بنت. وانت كمان. طب بقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير، ها؟ حاضر. حار. يلا. صباح الخير يا خالتي عندك. ابو يوسف. تسلمي يا حبيبتي، سجاير ربنا وجاي. يعدلها لك يا جيجي يا رب يا بنت امان. يا رب من بقك يا باب السما. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل يا يوسف، ازيك؟ الحمد لله. انا عايزاك. المسقعه وصلت، عايزاكم بقى تدوقوا المسقعه صنعت ايديا وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا ديحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن، ولا ايه يا زوزه؟ ما المنطقه كلها عارفه يا يوسف المسقعه بتاعتك بنج بنج. بتاعت البنج وصلت اهي، هي تحفه. اكيد بتتكلموا على مسقعه خالتي تيحه، دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء، ويرزقك بابن الحلال. بنت يا شهد، روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا امال، يلا يا اختي نروح نجيب الطعميه، يلا قومي يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟
اخبارك ايه؟ ازيك يا راي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كيف اخبارك؟ انا جايبه لك شويه دهب بقى، انما ايه لوز. لا ملوش لزوم الاستعجال. السوق رايح اول يومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه واقف الحال ده بقى؟ الله. انا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس. وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه. البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي. هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده. والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبون العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه. خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدمغه. بس بقول لك ايه النبي، عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الدهب في الطبق. دهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده دهب؟ يا بنت قطعيها عادي، مش كفايه؟ ازيك يا دكتوره؟ دكتورة ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوه مني. واجدع من 100 دكتوره كمان. ده انت ملاك الرحمه شيماء. والنعمه من كتر العيا والعيانين اللي بشوفهم في المستشفى حقتهم يسموها ملاك الزحمه. ربنا يشفي العيانين. يا رب. انت عارفه يا شيماء، وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت، رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضه ايه؟ خواجايه، شعر اصفر وعينين خضراء، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي، بنت فله. وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضرا وشعر اصفر، واد فله. مش بيقول لك البت فله؟ اهدى على نفسك. ما تهدى انت شويه على البت بقى وتنوي على الخير. عايزين نفرح بيكم. ربنا يسهل بقى. هيسهل ان شاء الله، بس انت انوي. البت بتحبك. قلت لك حاجه يا بنت ولا ايه؟ والنعمه لا، بس انا ليا عينين وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها. لا قولي لي يا وليه، المعدول جوزك ده ما بيجيش؟ لا يا اختي بيجي، بس كل فين وفين. انا اللي اعرفه ان الراجل لو مش قد المسؤوليه لا يتجوز ولا يخلف، زي الواد دي بوكني كده بالظبط، ما هوش قد المسؤوليه ولا قد الجواز ولا الخلف. لا يا شيخه، دي برخر كده واسخن من كده، ده نمه اساليني انا عليه. والنبي ومن نبى النبي. قولي لي يا وليه، هي البنت بنت جيجي ما بلهاش عريس الايام دي؟ يلا يا بنتي هاتي الطعميه. بتاكل بصرة يا سياسي. ايوه بس المسقعه ريحتها تفتح النفس. تسلم ايدك يا منوسي. بألف هنا وشفا، إن شاء الله تعجبك. بتعجب الباشا، امال ايه؟ أنا عاملة لك طبق زيادة تاخده معاك. تعيشي. ايه رايكم الفطور اللي جايه ما نعملها كلها مسقعه وندوق بقى؟ يا سلام، كله مسقعة كله مسقعة. مفيش بصارة يا سياسين، ده البصارة حلوة قوي. لا حلوه، امال ايه البصاره؟ فين العيش يا ولاد؟ العيش اتاخر. يا نصرة تعال. ايوه اهو. تعال. هاتي عيش يا هات نص يلا بسم الله. فين النص؟ هاتوا فين النص والنبي. Okay, it's fine. You sure? Yes. Here's the money. How much in there? Here's half, the other half after 2 days. That wasn't our agreement. We agreed that the full amount of money should be paid on delivery. Sorry, Mr. Shammy, it's a lot of money. Besides, the transfer hasn't come through yet. I will pay you after 2 days. Okay, Mr. Danny, I will agree this time because this is not the first time that we do business together. But I will get my money within 2 days, not more. انت عايزنا نروح الاسم برجلينا وكمان بالسلاح المسروق؟ صباح الفل يا كبير، انت عايز تجبسنا في حيطه ولا ايه؟ جرى بكتيريا، ده انت حبيبي، يعني مش انا اللي هجبسك في الحيطه. بعدين بقول لكم الحوار ده على ضمانتي، انتوا رايحين بوسطجيه، هتسلموا وتردوا على طول. واحنا ايش ضمنا؟ هي الحكومه ليها امان؟ افرض رحنا بالحاجه موقفشنا ومشايليننا الليل. يا ده انت حمار، بقول لك الحوار ده على ضمانتي، يعني محدش هيعرف يعمل معاكم اي حاجه. بعدين لما انتوش حاجه نفسكم اليوم واقفين هنا فوق دماغنا. بعدين لما وصف فاكرين معانا انتوا كلكم شويه على المسجله، والداخليه ليها البوم صور لكل عريس فيكم، فنودي الحاجه وما نقرفش روحنا يا جدعان. خلاص يا رايق، خلاص. احنا هنعمل يا اسطى اللي انت عايزه، بس انا بقول لك اهو قدام زيطه وبكتيريا، انا مش مطمن يابا للحوار ده. وانا هبقى في ظهرك في اي حوار. يبقى خلاص يا جدعان، امانه زلطه، ما دام الحوار ده عند الرايق يبقى البقاء لله في الكلام. مات الكلام؟ مات الكلام. ايه مفيش ازيك يا عمي؟ طب مفيش سلام عليكم؟ ابويا وحشني قوي. لما بعوز افتكره باجي هنا، كل ركن بيفكرني بيه. حضنه وحشني قوي. ما انت اللي واطي.
لو حضن وحشك كنت تيجي تقعد مع عمك. انت اتربيت هنا دي يا عم، لعبت واتنططت هنا. كنت كل يوم تعيط ومش عايز تروح، راسك وألف سيف تبات هنا. قال ايه؟ علشان تشوف العصافير وهي مصبحه. يا العصافير، عارف يا عمي، انا كنت ببص على العصافير بقول يا رب، يا رب اديلي جناحات زيهم عشان اطير واروح بعيد وابقى مع نفسي. بس ربنا اداك عقل يا ديبو وقال لك ما تطيروش. قصدك ايه؟ مش عايز تتجوز ليه يا ديبو؟ عشان تسافر؟ عايز اسافر، ما انت عارف ده حلم من زمان. انا مكاني مش هنا وانت عارف، بحاول بس اعيش. بعدين يا عم لما اسافر هعمل لي قرشين، هتجوز ساعتها براحتي. سيبك مني انا خالص، انت بقى ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ طب واللي يقول لك اني عاوز ايه؟ في سنك ده؟ ايه ده، انا كبرت ولا ايه؟ لا ما كبرتش ولا حاجه، ده انت زي الحسن. طب قول لي هي مين وبدلتك عندي؟ كحلي ومقلمه دي. كحلي ومقلمه وبتلمع كمان. هتكتم دي؟ هكتم ايه؟ انت هتتجوزها في السر ولا ايه؟ لا سر ايه بس، لسه ما فتحتهاش وخايف ترفض يبقى شكل عمك وحش قوي. ترفض ايه وبتاع ايه؟ مين دي اللي ترفض؟ المعلم ياسين على سن ورمح. قول لي بس وانا اروح اكلمها لك. تكلم مين يا مفضوح؟ بقول لك سر. ايه ده؟ قول بقى، قول وريح قلبي، قول. هتكتم؟ هكتم. هجيب البدله؟ هجيب البدله. مديحه مين؟ مديحه؟ ايوه انا عارف ان هي مديحه. مديحه مين؟ مديحه يا مديحه. وايه اللي مديحه ام صاحبي ام يوسف؟ يا نهار اسود ومنيل، اقول له ايه؟ ما تقولوش، انت تكتم خالص. اكتم ايه وانا جيت هنا؟ انا ما جيتش هنا اساسا ولا سمعتك اصلا. ام صاحبي انت في ايه؟ انت على كتار ولا ايه؟ طب والبدله دي؟ بدله ايه؟ انسى موضوع البدله ده خالص، انساه خالص من دماغك. لو انا جاي افتكر ابويا بشوف لي اي صوره ابص فيها. طب اتكل على الله دي يا راجل، اوعى ايدك يا راجل. اتكل على الله دي. ده انت بوظت دماغي. خلاص يا راجل. جاي افتكر ذكريات ايه وذكريات ابويا ايه؟ انت نسيتنا ابويا واللي جاب ابويا كمان. ام صاحبي ايه ده؟ مفيش بدله، انسى موضوع البدله ده خالص يا راجل. حاجه وحشه يا اخي. النسوان دول عليهم حاجات. ده تقول لي انا حامل واللي في بطني ده يبقى ابنك. عايز تشتغل انا بنت المجانين؟ يا يوسف، ممكن الواد ده يطلع ابنك بجد وانت مش عارف؟ ابني انت كمان يا ميمي. يعني ايه؟ مش كنت ماشي معاها؟ كنت ماشي معاها بس ما حصلش حاجه. مين قال لك؟ ما انت حكي لي حاجات كتير. انا حكيت معاك في الحوار ده؟ انت حكيت بلاوي. لا يا عم لا. ما يعني الواد ده ممكن يبقى ابني بجد؟ يا عم وارج معاك، بس معلش يا يوسف انت اللي غلطان. ما انت كل يوم ماشي مع واحده شكل. تخيل بقى الستات اللي انت عرفتهم في حياتك دول كلهم عملوا زي البت دي، هيطلع لك مش اقل من 80 عيل. حسبتها على كده ورثه. حب واحده تحبك، بنت كده حنينه بنت ناس. انت ايه بقى الحكمه اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ تفكرني زيك ولا ايه؟ انا حاجه تانية خالص. انت الطول تبقى زيي. وبعدين انت شكلك ناويه تتجوز؟ ايه المشكله يعني؟ السيد بقى ناشفه بنت الجزمه. مين بقى بنت الجزمه؟ مين بنت الجزمه دي؟ موحه. موحه مين؟ موحه. هي موحه. مغلباني والله يا يوسف. امال ايه بقى ما دام بتحبها عمال بتمسيها بعلقه وتصبحها بعلقه؟ يا يوسف ما هي اللي بتعصبني. انا حتى لسه دبابه علقه الصبح النهارده. ليه يا عم؟ احنا كنا الصبح مع بعض وزي الفل. بعد ما خلصنا الفطار. يا اخي والله متضايق، بفكر اطلع كده راضيه بكلمتين، ولا اقول لك انتشع تليفون في الهادي. لا بلاش. كلم عمتك خليها تقضيها، ما تكلمهاش انت، خليك برنس. صح، انت برنس وانا حبيبك. علمني بقى الشغل ده بتاعك. حاضر ماشي. يا عمتي، انا ميمي. البت موحه فين؟ راحت فين؟ تاني؟ راحت ترقص تاني؟ طب على الحرام من دي اللي اكسر وشها، اقفلي يا عمتي. في ايه؟ اهدى، في ايه؟ اهدى ايه؟ راحت ترقص تاني، بتكسر كلمتها يا يوسف. يا ديبو، هي سماع عندك؟
طب اقفل انا جاي. سلام. تعالى يا يوسف. ايه ده يا جدع؟ الحكايه ما تتاخدش قفش كده. وبعدين انت كنت واخدها دكتوره بسماعات، ما انت عارف انها رقاصه. اتهديني يا اخي، انت بتنرفزني. هي العربيه فين؟ العربيه مع ديبو النهارده. دور عليه. يوه ولا عاطف. انزل يا. عايز ايه؟ انزل روح مشوار واجيلك. خد بس رايح فين؟ تيجي ولا. تسلم ايدك. والدمغه تقلتها ولا ايه؟ الراجل المره اللي فاتت قال لي الدمغه لازم تبقى تقيله، معرفش يصرف البضاعه. ما تخافيش، المره دي زي الفل. محدش يعرف يفرقنا من عيار 21. بس فلوسهم تحضر بكره. المهندس كلمني وقال لي هينزل مصر في اي وقت، وانا عايز اقفل حساباتي قبل ما يجي. ماشي. ايه في ايه؟ مزيكا. بتعيطي؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هموتك النهارده يا بنت. يا نهار اسود، هو يموتني بصحيح يا يوسف؟ هو انا مالي؟ يموتك ولا يقتلك؟ انتوا قريب في بعض، استفلوا مع بعض. طب اطلع انت. رايق والنعمه شريفه يا اخويا، انا كنت بعمل كده بس عشان اغيظك. واللي عايز يغيظ حد يا سماح يروح يشتغل رقاصه. لو مش اي رقاصه، دي الهانم عامله لي فنانه المنطقه. يحرقك بجد يا يوسف، انت بتسخنه اكتر ما هو سخنان. والنعمه شريفه يا رايق زي ما بقول لك كده بالظبط. وحياه ربنا عندي يا اخويا انا كنت بس بغيظك عشان يعني ما انتش سائل فيا. يا جدع ده انا بحبك. رايق. عايز ايه من زفت؟ بقول لك بحبك. ما سمعتش حاجه. انت سمعت حاجه يا يوسف؟ مش واخد بالي. خلاص. بقول لك بحبك. مش سامع. بحبك. يعني مفيش رقص تاني يا بنت؟ والنعمه شريفه ابدا. واكتب عليك الليله دي. ايه؟ ايه ما خدتيش بالك انت كمان؟ اسكت بقى. قول والنعمه الشريفه وحياه محا عندك ما هترجع في كلام. ايه يا بنت؟ هو مين بيرجع في كلامه ولا ايه؟ اهدي، ده عربيه نقل. معلش يا جماعه، اصل الميت قريبنا بس من بعيد من بعيد. لو فتحت بقك هقطع وشك. اوعى. مبسوطه يا ست سماح؟ اديني فضيت لك القهوه عشان اكتب عليك، يعني موت وخراب ديار. كده برضه يا ميمي بص عليك. يا بنت بارك معاك. ده نحله. عينيا كبير. هيقل لنا بقى الجو. العين دي احلى شويه كده. عم جد عم جد. اتفضل يا مولانا، اهلا وسهلا. سلام عليكم. ازيك يا عم جاد؟ اتفضل نورت. اهلا وسهلا. اهلا يا ولاد. كان لازمتها يا ولاد السرعه دي؟ ما كان ممكن تستنوا لغايه الصبح. نخليها الصبح فعلا احسن. لا يوم اقعد يلا يا مولانا والنبي وخلص. اكتب الكتاب يعني وانتوا بالمنظر ده كده؟ ايه يا مولانا مالها مناظرنا؟ ما احنا زي الفل قدامك اهو. ما تشوف شغلك يا عم جاد. في ايه؟ انتوا شاربين حاجه يا ولاد؟ لا لا الا الله يا عم جاد، احنا كنا في مشكله ولسه جايين. هتجوزنا ولا نحرف انا والبنت؟ لو النبي معاكوا بطايق؟ ما تمناش 16 سنه. بيهزر معاك. مالك يا عم جاي؟ وبعدين يا ابني هات بطاقتك يا ابو لسان طويل انت، انا عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا موحى. مبروك يا ميمي. عقبالك يا يوسف. سامعيني زغروط. خلاص خلاص. ايه يا جيجي مالك؟ كفل الشر. هيطلعوا عليا وسرقوني. يا لهوي فين؟ بره عند الحوادية. وجرالك حاجة؟ كويسة والحمد لله. ادي اخرة المرمطة في شغلك وسهرك في نصاص الليالي. فيها ايه يعني لو كنتي وافقتي باي حد من اللي بيتقدمولك بدل التعليقة اللي معلقها لك بسلامته دي؟ بقولك ايه ياما، مش كل واحدة اتجوزت راجل ستتها. في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رامينهم رمية الكلاب وما بيجيلهمش غير لما شوهم يجيلهم. ولا انتي نسيتي؟ سيبيني في حالي بقى.
مفيش حاجه يا حبيبي. ممكن اعرف يا سنين انتوا معطلينا لغايه دلوقتي ليه؟ مستنيين ديبو يا عم جاد. وهي الجوازه دي ما تنفعش من غير ديبو؟ ما تنفعش يا عم جاد، كفايه سيك اخويا مش موجود، دياب لازم يبقى موجود على الاقل في اول جوازه. اول جوازه في عيالي، انت ناوي تتجوز عليا تاني ولا ايه؟ هو انا حمار بنت اتجوز عليكي؟ غير يا يوسف. فين دياب يا عم؟ يا عم جاي في السكه، ما انا كلمته. شرباتها نحله. لا يا كبير والله كبير اهو. ما بعرف اصرف ولا زغرات. مبروك يا ميمي، مبروك يا سماح. ازيك يا عم جاد؟ يا اهلا يا ستيان. لما انت عارف ان في جوازه جاي متاخر ليه؟ ما كانش يعرف يا عم جاد، ما كانش يعرف. اقول لك على سر ولا عايز كان يعرف. انت تعرف يا ميمي؟ المصحف معرض اهو. والله العظيم نهايته اديني بطاقتك. بطاقتي؟ اوه ماي جاد، دي ضايعه من امبارح. يا ليله سودا ومطينه بطين، شاهد يا واد نحله وهات بتاعك. ثانية يا سماح في ايه؟ انا معايا العزيز الغالي باسبوري. تعالى اهو. بقول لك يا عم جاد، اختم له عليه يمكن يستبارك وياخد الفيزا. والنبي ربنا يسمع منك يا يوسف، يا رب يا اخي. بقول لك يا عم جاد، انجز والنبي، انجز الجواز العرفي دي. ايه يا ميمي، عرفي برضه ولا ايه؟ عرفي اهو. عرفي في عينك. مين؟ هتتجوزيه عرفي صحيح؟ وانت جايه على ايه؟ مش حاجه، كنت بنت عمتك. خلاص انت هتعيط يا بنت، انا بهرج. خلاص يا دياب، مش رسمي المره دي. رسمي. مبروك يا سماح، مبروك يا على ميمي. بركه الله، على بركه الله. مبروك يا محمد. مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. خلاص يا ريت. الكلب الجزمه. مالك يا حبيبي، في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبتي، اطلعي نام انت. لا يا روحي، انام ازاي بس وانا شايفاك مش مظبوط؟ قولي بس مالك، في ايه؟ مفيش حاجه. الخواجه كان مديني ميعاد الليله عشان يديني بقيه الفلوس بتاع الشغل اللي اخده. قافل الموبايل بتاعه وما بيردش عليا، شكله كده مش مريحني. يا حبيبي ممكن يكون نايم او حصلت له ظروف. اطلع انت نام وارتاح، وبكره ان شاء الله ابقى كلمه الصبح. لو ظني في محله مش هيبقى فيها الصبح، هيكون خلع. قصدك يعني يبقى نصب عليك؟ ملهاش اي معنى تاني. طب وانت يا حبيبي هتعمل ايه؟ متقلقيش، كل مشكله ولها حل. يلا يا شيماء، يلا يا شهد، اصحوا اصحوا. ايه؟ اصحوا يلا. ايه في ايه؟ اصحي بقول لك. ايه امك جرالها حاجه؟ امك اتكهربت يا شيماء. يا نهار اسود. يا بنتي بهزر معاك، امك مكهربه خلقه. يلا عشان الراي وسماح كتبوا كتابهم، عايزين نهيص لهم شويه. ايه ده، كتبوه امتى دول؟ هم كتبوها، هنعمل ايه؟ يلا بقى اصحوا، هروح اصحي امكم. يلا فوقوا كده. فاهمه حاجه؟ لا ايه ده، مين كتب على مين؟ Start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. يا بابي. لا يا حبيبي، انا لسه صاحيه ما نمتش. داني؟ لا ما اتصلش. يا بابي قلت لك ما تديهوش الحاجه غير لما تاخد الفلوس كلها، ما سمعتش كلامي. طيب خلاص، نبقى نتكلم بعدين. فكري في اللي قلت لك. تصبح على خير، باي. دي غاليه؟ ايوه، مش راضيه تيجي تقعد هنا ولا راضيه ابعت لها حراسه تقعد معاها. طب يا حبيبي انت شاغل دماغك بيها ليه؟ ما احنا كل ما نكلمها في الموضوع ده تقول انا عارفه انا بعمل ايه. وبعدين يا حبيبي انت عارف ان هي دماغها عناديه ودماغها ناشفه جدا. يلا عشان خاطري بقى اشرب الليمون وهشغل لك فيلم. يما في ايه؟ يما في ايه؟ قومي يما، انا اتجوزت. يا خرابي، مين اللي اتجوز؟ في ايه؟ انا اتجوزتي؟ ايوه يما. يا ستي اتجوزتي؟ ايه يما، مالك بتستهلكي كده ليه؟ يا خرابي يعني كده اهو، كده اهو يا موحه، كده اهو يا موحه. في ايه يا في الحته يا موحه، كده اهو يا موحه. تجيبي شفتي في التراب يا موحه، اخزعي. بس يا بس عيطي عليا. ياني اديني بس ياني ايه يما، بس ركزي. بقول لك اتجوزت، تعملي فيا كده وانا عروسه يما. عروسه عرسه تاكل في دماغك يا قلبي. يا عمتي في ايه؟ عملت لك ايه؟ يا خرابي، يا ريت تضربها. عملت ايه؟ والنبي يا اخويا ما تضربها. البنت ده معلش ما تزعلش منها. يما خنقتوني. خرجت من البيت واتجوزت يا اخويا، رجعت متجوزها. يا عمتي ما انا اللي اتجوزتها، انا اللي اتجوزتها والله. لو النبي، لو انت اللي اتجوزتها، عامل ايه يا ولاد؟ الف مبروك يا الف
الف مبروك يا موحه يا حبيبتي. دلوقتي ألف مبروك يا لا يا موحة. بنت بحضن امك يا بنتي. ياما وانا قلت لك ايه ياما؟ بقول لك الحمد اتجوزت لله ما ياما. طلعتش من حد غريب. يعني ده انا قلبي راح يا بنت، والله قلبي راح حبيبتي. Hi. The piece is beyond excellent. Prepare the money, as I'm not staying in Cairo for no more than 24 hours. Okay, thank you. Bye-bye. ما تزعليش يا جيجي، ما تزعليش. انت لو كنت استنيتي اروح اجيبك ما كانش ده حصل. صح يا نص، ما كانش ده حصل. طب ايه رايك نروح نكلم ابويا ونشوف ابوك هيعمل ايه؟ ابوك ايه اللي هنكلمه؟ ابوك لو كان عايش هنا حاجات كتير قوي ما كانتش حصلت. بقول لك ايه، ما تجيبش سيره ابوك ده تاني خلاص. اهدي اهدي، وانت من بكره هتشوف انا هعمل ايه. مش انا الراجل بتاعك؟ ايوه تعالى هنا، انت الراجل بتاعك. بذمتك انت حد يتجوز بالطريقه دي؟ الواد ده مجنون وهيعيش ويموت مجنون. محدش يعملها غيره. بس عارف هو عمل الصح، عمل اللي انا وانت ما نعرفش نعمله. لا يا صاحبي اتكلم عن نفسك، انا ماليش في الحوار ده خالص. عارف يا يوسف، وانا قاعد مع نفسي كده بفكر يا اخي انا مأجل موضوع جيجي ليه؟ عشان معيش فلوس، عشان مزنوق بصرف على البيت وعلى اخواتي، عشان خايف من الجواز، ولا عشان مش عايزها، ولا عشان ايه بالظبط؟ يا عم ما تكركبش دماغي وحياة ابوك، سؤال عشان اعرف افيدك. تفيدني بايه؟ هي مقربه لوحدها، اللي يتجوز يبقى قد المسؤوليه، ما اتجوزش اساسا. انا خايف يا صاحبي، خايف اشيل شيله انا مش قدها، خايف يبقى عندي قرطه عيال يتربوا زي ما اتربينا ويتعلموا زي ما اتعلمنا، وفي الاخر يطلعوا زينا. في ايه يا جدع؟ ما احنا زي الفل كلنا الحمد لله. يا يوسف تضحك على نفسك ولا عليا؟ انت لو بصيت لنا هتلاقينا ولا حاجه. احنا بنخربش في الدنيا عشان نحس ان بكره جاي، بنخربش في الدنيا عشان نحس ان احنا عايشين، بناخد حقنا منها بالدراع. بس يا ترى يا صاحبي بقى، دراعنا ده هيسد معانا لبكره ولا هيقع مننا؟ شكلها مضلمه معاك جامد. مش عارف يا يوسف، عايز اتغير يا اخي، عايز اسافر، عايز اشوف ناس تانية وجو تاني. نفسي ابقى محترم يا يوسف، عايز ابقى محترم. شوف يا ديبو، مفيش حاجه في الدنيا دي كلها هتخليك محترم قد القرش، والقرش ده تعمله هنا في بلدك، مش تطلع تعمله بره. يعني عمليه كبيره، عمليه لحسابنا لوحدنا، جوازه متريشه كده يعني. جوازه متريشه؟ طب والبت اللي معايا؟ الحاجات دي بتبقى اسمها نصيب. وبعدين بيني وبينك، الجواز اللي ما يجيش منه مصلحه يبقى ما منوش عازه. ايوه يا يوسف، بس في حاجه اسمها الحب. الحب يا اخي. تصبح على خير. انا غلطان اني اتكلمت معاك اساسا. اتكلم مع مين؟ خد يا سماح خد يا بنت. يا بنت احنا مش كاتبين كتابنا ولا ايه؟ يفتح الله حبيبي. الله اكبر. يا بنت هاتي حته بوسه بس، تصبيره كده صغيره. ما قلت لك لا يا ميمي، سيبني بقى. الله اكبر. يا بنت بوسه لحد الفرح بس، بوسه ما حصلش حاجه. لا الله. الله اكبر. طب بقول لك ايه، عشان خاطر ميمي بوسه اخويه. بعين. اللهم لك الحمد. ماشي يا سماح ماشي، امك هتخلص صلاه، ما تخلصي بقى في ايه؟ ما تهدى يا ميمي، مالك في ايه يا راجل؟ السلام عليكم ورحمة الله. يعني خلصت صلاه اهو. امي خلصت صلاه. السلام عليكم ورحمة الله. خليك بنار. حرما يا عمتي. جمعا ان شاء الله يا حبيبي. بتاع ده تنضف كل يوم، مش هاجي كل يوم اقف قدامه كده ابص عليه. حاضر. تعالي يا بت، اتاخر شويه كده. ماشي. تعالي باتي معايا. خش نامي في حضنها. خش نامي في حضنها. خش نامي. ميمي. اطفي نور الزفت وولع نور الهباب عشان صلاح ما يتكفيش على وشه. ايوه. خش نامي. تعالي يلا، وحشني حضن. خليها تنفعك. تعالي يا روح، تعالي يا بنت. هو كان المفروض يبعت لي تمن الحاجه امبارح، بس ما حصلش. خايف يكون بيغلط. الحاجه دي ايه بالظبط؟ تمثال ب 2 مليون يورو. تمثال ده يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني. شيم، انا لازم اعرف الموضوع بالظبط عشان اعرف انا بتعامل مع مين، لان لو اكتشفت ان الموضوع ده هيزعل ناس يخصوني انت عارف اللي هيحصل لك. حضرتك ما تقلقش، دي مش اول مره نتعامل فيها مع بعض. اوكي. سن اوامر يا جنرال.
شوف شيمي، في واحد مضايقه حبتين، عايزين نعرف هو مين وسكته ايه في ظرف ساعه. تحت امرك يا شنطة. طب احنا لسه ما اتفقناش على لا 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 لا، خلي الحساب لبعدين، لانك لو طلعت مخبي عليا حاجه الحساب هيجمع. اتفضل. على اذنك يا زرار. واد يا ديب، انت يا ولد. واد يا ديبو، انت يا واد. شوف البت اللي بره دي عايزه منك ايه؟ بنت مين يا امي؟ البت اللي اسمها جيجي ولا جيجي دي ولا ما اعرف ايه. جيجي بره؟ اه يا اخويا بره قاعده مستنياك. حبيبي على مهلك لا تقع. ايه يا شوش عامله ايه؟ كويسه يا بت؟ انا بخير وامك بخير؟ الحمد لله. قول فيها يا بت. بكلمك من امبارح يعني ما بترديش. بس في عيال طلعوا عليا ثبتوني امبارح. ثبتوكي؟ ازاي ثبتوكي؟ ما كلمتنيش ليه؟ ما هو سرقوا مني الشنطه والموبايل كان جواها يا ديب. حصل فين الكلام ده؟ عند الحواديه بالليل وعيال كانوا راكبين فيسب كده. دول عيال شوارع، هولع فيهم هولع فيهم. بقول لك ايه يا اختي، الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ يعني يا خالتي. يعني يا خالتي يعني قد ايه كده اسم الله؟ فلوس يا خالتي وحاجات. رايح على فين يا ولد؟ يا اما بيقول لك ثبتوها يا اما. رايح فين يا ديبو؟ اترزعي يا بنت اللي بموتك، اترزعي. يا ديبو يا ديبو يا ديبو. مين؟ مكتوب نادين. خلص يا ماميس، عايز انزل. خلص اهو يا حبيبي، اتفضل. انت سبتها ولا ايه؟ هي مين دي؟ اللي كلمتك اللي اسمها نادين. وانا كنت اتجوزتها عشان اسيبها؟ وانت بتسالي في اللي مالكيش فيه ليه؟ ما اقصدش والله يا حبيبي، كل الموضوع ان انا لاحظت انك بتكلمها كتير الفتره الاخيره، فقلت يمكن ربنا هداك وهتتجوزها. انت بتتصنطي عليا؟ والنعمه ابدا، انا كل غرضي ان اطمن عليك. لا اطمني، انا بتاع جواز ولا غيره. ليه بس يا حبيبي؟ هما اللي اتجوزوا كانوا اجدع منك؟ مفيش حد اجدع مني، لكن لما اروح اتقدم لواحده وابوها يسالني ابوك مين، اقول له ايه؟ ما اعرفش. اروح اسال امي. تاني يا يوسف. تاني وتالت ورابع. مشكلتك انك مخلياني حاسس ان انا قد كده. شيل دماغك من موضوع الجواز ده خالص. مفيش واحده بنت حلال هترضى بعيل ابن حرام. قدامي يلا، قدامي يلا، قدامي قدامي يلا، قدامي يا ابن الهرمه، قدامي. يا ديبو شو انت معاك حاجه يا جدع؟ بدي عايز تعب، انا لسه شغالين. قوم يلا قوم يلا، حط القهوه هات الاحلى. خش يا يلا يا عم الحاج، يلا يا عم النهارده اجازه يابا. يلا يا عم النهارده مفيش حاجه فيها يا جدعان. يلا يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جابك بدري؟ انا ما رحتش المحل اساسا. مين العيال دي؟ ده عيال الجيران قاعدين بيسلوني. ما انت طول النهار في الشغل واخوكي في المدرسه، هعمل ايه؟ وانت يعني مش لاقي حاجه تسلي بيها غير عيال الجيران؟ ناقصه يعني دوشتهم قوي؟ قلت لك بيسلوني، ما تحبكيهاش بقى. اجيب لك تاكلي؟ لا ماليش نفس. طب وليه بس سدت النفس؟ ما خلاص اللي راح راح. ايوه اللي راح راح، وانت اصلا ولا على بالك. كل اللي انت فالحه فيه هاتي صح؟ هو انا باخد حاجه في جيبي يخونك طقم الملايات البامبا المسخسخ اللي لسه جايبهولك؟ تاني ياما ملايات؟ تاني؟ ايوه تاني ملايات عشان تتجوزي مستوره. على اساس يعني ان بوليس الاداب هيلفني بيهم. قطعي لسانك، الكلام ده. بقول لك ايه ياما، الفلوس اللي انا بديها لك دي علشان مصاريف البيت ودروس نص. جوازي بقى وجهازي مالكيش دعوه بيه. انا لما عاوز اتجوز هبقى اجيب انا جهازي على مزاجي. خلاص؟ طيب براحتك، والنبي ما انت فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه ولا عارفه قيمه الملايات. بصي قدامي. استر يا رب. السلام عليكم. مدير حميات، شكرا قوي ربنا يخليك. شيماء، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه انت اللي بتعملي ايه هنا؟ انت بتشتغلي هنا ولا ايه؟ استعبط قال يعني مش عارف. بصراحه بستعبط، عارف. مفيش، اصلك جيتي على بالي بصراحه، فقلت اطلع اجدع منك واشوفك. لا قلبك حنين. لا والله. ده مفيش احن منه على فكره. بقول لك ايه، تيجي اخدك لفه بالعربيه نتفسح شويه قبل ما تروحي؟ عربيه مين دي؟ دي بتاعت واحد صاحبي. سرقها؟ سرقت ايه؟ بقول لك واحد صاحبي. انت هتلم علينا الناس ولا ايه يا شيماء؟ في ايه؟ قلتي ايه؟ طب هتودينا فين؟ نفسي افرجك على مصر كلها من فوق. بس انا ما ينفعش اتاخر. انت اخرك في البيت كام؟
7. 9:30 هكون في البيت، يلا بينا. انت هيطلع عين امك النهارده. ليه طبعا عم ديب، والنعمه انا ماليه فيه. انا كنت باجر المكن وعلى انت تاخد المكن وتعيش. هو انت مش من عيله الشوالي وجوز اختك محمد خليفه؟ ايوه. هو اللي ايوه يا رايق؟ وانت قاعد ابوك على مشي المرجاله يالا ولا ايه؟ ليه كده يا عم دياب؟ يلا يا نص اخلص وروح. ليه يا رايق؟ صور يا نص، صور براحتك، بس بعد ما نخلص نديها لاختك. ماشي، ده انا هزل لامك بالفيديو ده. ليه كده طيب؟ ايه مالي يا هيثم باشا، صباح الفل. لا يا باشا، الناس جايه لك في الطريق ومعاها الحاجه كمان، بس اللي قدرت تلمها يعني. باشا انت وعدتني والنبي بتصغرني مع العيال. ماشي يا باشا، صباحك زي الفل، نهارك قشطه. سلام يا باشا، اتفضل. مين في حاجه ولا ايه؟ لا دي كله تمام. بقول لك يا كبير، في واحد اسمه الاسمر عايزك بره، ادخله ولا انطره؟ انا عارف انه جاي طبعا. خليه يخش. هنايا تعال. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام. هات كرسي يا نحله. هنايا يا كبير. ازيك يا اسمر؟ الحمد لله. ينفع كده يا رجاله اللي حصل؟ تخشوا المنطقه وتخطفوا الواد من وسط اهله وما تعملوليش حساب؟ العيل الاهبل بتاعك ده ثبت حريم تخصنا بالليل. وربنا منع يا عم الاسمر، ده الواد بيستو وهيما هم اللي اجروا مني المكن. بس ياض. وبعدين يا صاحبي؟ ما فيهاش بعدين يا اسمر. الحاجه ترجع بعدين نتكلم. بعدين احنا لينا حق عند الواد ده، يتأدب باللي عمله. حق ايه؟ ده اللي يخص دي بيخصني يا عم الرايق. ماشي. ايوه يا احمد، الواد بيستو النهارده كان بيفك سلسله من عمك سمير بتاع الدهب، مرضيش ياخدها منه. بيقولوا ان هو دهب مضروب. انا عايزك كده توصل تشوف لي قرار الحاجه دي، واذا لقيتها تمام تقبض عليه. سلام يا. ماشي يا حبيبنا. ماشي. نعم، عايزه ايه؟ انت بتعمل معايا كده ليه يا يوسف؟ كل ده عشان بحبك؟ يوسف انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان ما تسيبنيش، والله العظيم ممكن اعمل اي حاجه بس ما تسيبنيش. يا ابن الكلب يا واطي يا معفن، وحياة امي اللي اوريك، وحياة امي اللي اوريك يا يوسف. نادين في حاجه؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه. ودول بس اللي عرفتوا تجيبوهم؟ يا باشا احنا مواطنين شرفاء، وكل واحد كان معاه حاجه فينا جابها زي ما اتفقنا مع الرايق يا باشا. حلوه شرفاء دي، عجبتني على فكره. يعني مفيش حاجه سلاح تانية مستخبيه هنا ولا هنا؟ باشا لا هنا ولا هناك، احنا جايين معاك اخر واللي معانا جبناه. ماشي. استاذ فتحي. تمام يا باشا. خد العيال دي بره، مضيهم على المحاضر وارميهم جوه في الحجز لغايه ما تعرضوا على النيابه بكره. نيابه ايه يا باشا؟ هو مش الكلام خد ودي وبشكل ودي؟ يا باشا النيابه دي خارج نطاق اتفاقنا. اتفقنا؟ ولا كان في اتفاق بيني وبينك يا روح امك؟ في اتفاق بيني وبينك يلا؟ يلا يا استاذ فتحي، العيال دي تتربى. تمام يا باشا. شكرا يا باشا. اتفضل. سلامات يا رايق. ها ايه رايك بقى؟ مش قلت لك ان انا هجيبك في مكان هوريكي في مصر كلها من فوق؟ عاجبك مش كده؟ شغالك راغب علامه وانا بعشقك ومظبطك وجو كده. يا سلام على الحنيه. امال ايه طبعا. انا وانا معاكي بحس ان انا على طبيعتي، بحس ان انا زي ما انا، بفرحي وزعلي وجناني وعقلي، بعبطي كده زي ما بتقعدي تقولي عليا، ما بتكسفش منك. دي حاجه بسطك قوي 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 قوي. طب الحمد لله. وانت بتبقي مبسوطه وانت معايا؟ انت جدع وراجل، تشتغل مع ابوك وشايل مسؤوليه بيتكم، متحمل مسؤوليه يعني من الاخر، مش زي العيال التافهه اللي بنشوفها اليومين دول. بحس ان انت هتبقى امين عليا.
دي اكتر حاجه الواحده بتبقى عايزاها من الراجل اللي هي اختارت ان هي تبقى معاه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجو ده؟ انت نطقتي. انت مش واخده بالك؟ انت نطقتي يا بت. البت نطقت يا جدعان. برضه ما رديتيش على السؤال بتاعي. انت تبقى مبسوطه وانت معايا؟ ما قلت لك هي الواحده هتبقى عايزه ايه غير واحد يحطها في عينيه ويخاف عليها. اخاف عليكي؟ انت عبيطه يا بت ولا جايك تربانه في دماغك ولا اتجننتي ولا ايه حكايتك؟ ما اخافش عليك ازاي؟ ما اخافش على الحاجه بتاعتي؟ انت بتاعتي يا بت، انت ملكي. الله ايه بتاعتك دي؟ ايوه بتاعتي، كلك على بعضك كده بتاعتي. انا احمد جبر، كبير كبارات الالتراس، يعني نادي القرن، يعني احسن نادي في العالم يا جدعان، المارد الاحمر. البت نطقت يا جدعان. انا بحبك. خلاص بقى ما وانت شعرك لونه ايه صحيح؟ مالكش دعوه. الله، هو ايه مالكش دعوه دي؟ انا قلت لك بحبك خلاص. طب على فكره بقى انت طبقت الجاكيت بتاعي، بس براحتك يعني، عادي ممكن نودي الفتح المكوي عادي. طب والنعمه انت عبيط. يوسف انت لسه عندك برد في المخزن ولا خلص؟ هيروح فين يا باشا؟ ما هو قاعد. ما انت شايف السوق عامل ازاي دلوقتي. فعلا دي بقت مشكله كبيره قوي. بس انا عندي ليها حل. قوله. موردين مراسم اليومين دول بقوا بيستنصحوا قوي، وبدل ما ينزلوا الاسعار عشان البضاعه تمشي بقوا بيدبلروا الاسعار، والورقه ام100 بقت بتعمل 150 و200 جنيه. فانا بقول يا باشا بدل ما البضاعه مركونه عندنا والتراب عمال بياكلها، نطلع منها شويه ونبيعه ان شاء الله حتى بنص الثمن. اوكي بس قول لي غالي عشان تبقى معانا في الصوره كمان. تمام يا باشا. No, 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 please. I don't want this. I want my money back. عن اذنك يا باشا. Please. No. Please. اهدى. هاي. Hi. What's the problem? You I don't want this. I want my money back, please. Yes, but you didn't buy this from here. I don't care. I want my money back. Okay, I will show you something else that you will like, I am sure. طلع لك تمثال الجرانيت. اتفضل. What do you think of this? It's okay, يعني, but it's very heavy. It's heavy because this is real granite and this is handmade. Yeah, handmade. Yes, beautiful. How much it cost? This is 400. 400. But for this beautiful smile, only 300. Really, 300. Okay, you take? Okay. Okay, thank you. لفوا لها يلا. ماشي. Thank you. Yes. اديها 100 جنيه. اوكي. ويلكم. اتفضل يا بيه. سلام. لا مؤاخذة يا اختي، الواد ما يعرفكيش، عيل واغش من بره المنطقة، تممي على حاجتك واي حاجة ناقصة احنا سدادين. بقول لك ايه؟ مش عايز اشوف اي عيل هفق يهوب ناحيه المنطقه، مفهوم؟ ماشي يابا، اي حد ينزل بره منطقة غريب هيتعمل عليه حق عرب، وانا بقول قدام الراجل اهو. راجل؟ ماشي يا اسطى. الحاجة تمام؟ تمام يا زين. انا بقى هطلع من اطلع انا هكلمك. ماشي. يلا. سلام عليكم. مساء الفل يا عزمي. مساء الفل يا رايق. ايه انت فين؟ مش باين ليه؟ مش وقته يا رايق، بعدين نبقى نتكلم. المهم انا جاي اوريك على حوار قبل ما تحصل مصيبه. مصيبه ايه؟ الواد بتاع الشاي اللي في القسم وانا معدي لقيته ثبتني. خير يا ابني في ايه؟ لقيته بيقول لي ابلغك ان هيثم باشا لعب الدنيئه يا رايق وحبس العيال وهيلبسهم قضيه. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده يا رايق، وانا يا صاحبي جيت ارسيك على الدوره عشان تشوف هتعمل ايه. بالاذن يا رايق. رخصك. رخصي؟ معلش يا باشا لا مؤاخذة معيش رخص. معكش رخص؟ ايه؟ أنا آسف معلش. طيب اركن لي بقى حضرتك وانزل لي. طب معلش بس استاذن حضرتك قبل ما اركن وانزل على جنب. هسألك سؤال بس. هو حضرتك كنت جايب كام في الثانوية العامة؟ 50% مش كده؟ يعني فاشل. لا مؤاخذة يا باشا أنا ما بنزلش لحد فاشل من العربية ولو جدع حصلني. بتقول إيه يا حيوان؟ اوعى تقولي انك لسه ما رجعتش. انت بتهزر؟ ليه انت طيارتك الساعة كام؟ اوكي. طب بقول لك ايه؟ انت وحشتني قوي. لا بجد انت وحشتني. هاجي اخدك من المطار ونروح مع بعض. اوكي يا روحي. يلا باي.
يوسف يوسف، تحت امرك. بقول لك ايه، انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المخزن، هو فين؟ ما هو قدام حضرتك اهو في الورق. ده؟ طب فين شغل الذهب والخشب والحجر؟ حضرتك فاهمه يعني طبعا ان السوق اليومين دول واقف وما بيتباعش منه غير حته الازاز، والحاجات التانية دي يمكن يتباع منها حته ولا حتتين بالكتير. بص بقى يا يوسف، من هنا ورايح لما اطلب منك حاجه حتى لو ما اتباعتش منها حته واحده تحضرها لي وتجيبها لي، ممكن؟ اللي تشوفيه حضرتك. اديني مفتاح المخزن وانا هعمل لك جرد تاني. الو، يا امزي. صباح الفل يا هيثم بيه. يا باشا ارغي. لا يا باشا، انا مش هرغي ولا اطول عليك، انا جاي بس عشان الاتفاق اللي بينا. اتفاق ايه ده؟ اتفاق ايه؟ اتفاق يا باشا بتاع العيال. العيال اللي تيجي تسلم الحاجه وتمشي على طول. تعبيط روح امك. روح امي؟ روح امك. شويه عيال بلطجيه سارقين سلاح ميري، ايه؟ عايزني اضرب لهم تعظيم سلام واقول لهم متشكرين قوي انكم حرقتوا من الاسم وسرقتوا السلاح اللي فيه؟ يعني مفيش عيال؟ انسى. انسى؟ يعني بتديني على قفايا وبتصغرني مع الناس؟ لو انت كنت فاكر نفسك كبير ولا ايه يالا؟ وعلى العموم لو وحشينك قوي كده انا ممكن ارميك جوه معاهم. وانت بلاوي كتير. بلاوي كتير فعلا. لو عليك طيب احسن. يبقى تغور من قدامي دلوقتي وما اشوفش وشك هنا تاني. صح كده. ايه اللي يخلي واحده تحط في شنطتها حبوب منع الحمل؟ امال هتشيل ايه؟ مكنه حلاقه. مش عايزه تخلف يا سيدي، سيبها براحتها. متطلقه بقى لها كذا سنه. متطلقه؟ ده موضوع مختلف، ما دام متطلقه يبقى ده موضوع كبير جدا. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا عم ياسين، اتفضل. في ايه؟ ماله ده؟ وشك مزنر ليه؟ الواد هيثم بتاع الاسم بيعمل عليا دكر. ايه اللي حصل؟ حاجز العيال وهيعرضهم على النيابه. يا ابن الكلب، طب والاتفاق؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ده انا هتربقها فوق دماغه. ميمي، ما ينفعش فتح الصدر ديت، لازم نفكر. يا جدعان نفكر في ايه؟ الراجل علم عليه، عايزينه يسكت؟ بس بقول لك يا ميمي، احنا برضو مش هينفع نعض مع الحكومه، احنا اللي هنزعل مش هم. بس يا جماعه مصلحه وهرجع على طول. روق يا ميمي، كله هيبقى تمام ان شاء الله. وما ينفعش كده يا جدعان. لو كان جه خد العيال بنفسه كنا قلنا امين، انما انا اسلم العيال ويعلم عليا، ده انا هحش رقبته فيها. ولما تحش رقبته ويحش رقبتك اخرتها ايه؟ بركة دم هتطفح ومحدش هيعرف يسدها. وشباب زي الورده هتروح وتندفن في التراب. تعال يا رايق. تعال يا ابني واهدى. عم ياسين بيتكلم برضو في الصح. اهدى يا ميمي. وبعدين انت مش لسه كاتب كتابك؟ افرح يا اخي وبلاش بقى تقلبها كحلي. هات انا احلى. انا يا عم ياسين. وهات لي انا واحد بحليب. انا السلام عليكم. يا دي يا ابن الذين، انت ايه اللي اخرك؟ ازيك يا عمنا؟ حبيبي تعال. عن اذنك يا عم ياسين. نحله هات لي الشيشه. هتشرب ايه؟ يا عم ياسين، المشكله ان انا جيت له في العيد لما غفلني ومديني على وشي. كل مشكله وليها حلها يا رايق. ودي حلها ايه؟ يعني نشوف محامي شاطر يخرجها. محامي؟ ده انا كده لبستها رسمي. انا البس طرح احسن يا عم ياسين. اهدى يا رايق، المساله ما تجيش قفش يا ابني. مش عشان نحل 3 نحبس 20. الله. اتاخرت ليه يابا؟ على ما لميت الغله يا كبير. جبت المصلحه؟ تأمرني. عد بقى كده وسمعني طرعتهم وطمني على الامانه. نحله. انا يا زعيم. هات الامانه. اعتبره حصل. تمام. مساء الفل يا سن. نورت المنطقه كلها. ده نورك يا ديبو. خير، لما كلمتني في التليفون ما فهمتش. ايه؟ عمليه جديده ولا ايه؟ وانا بعوزك غير عشان شغل. امسك.
خواجه. ماشي. ايه المطلوب المره دي؟ الراجل ده خد تمثال من واحد حبيبنا وكل عليه الفلوس. ماشي، يتقدم. لا سيبك من حكايه التأديب دي، احنا عايزين حاجه. تشيلها فين؟ في الفندق اللي هو نازل فيه. خد الورقه دي فيها كل البيانات، اسم الفندق ورقم الغرفه وساعه التنفيذ، وانت عرفت وشه. عمل له فيش وتشبيه خلاص. بس انت عارف حكايه فندق دي صعبه قوي، امن وداخليه وسياحه، وانت شايف السياحه عاملين يحاجوا عليها، واي حد بيخربش جنبها بيظبطوه. بص يا ديبو، انت عارف ان الجنرال كان غضبان عليك والعمليه اللي فاتت. تخيل انت شفت غضبه بنفسك، مش كده ولا ايه؟ المره دي بقى لازم تثبتوا له انكم رجالته بحق وحقيقي. ماذا ولا لا؟ تخيل انت فاهم. فاهم. الجثه يا زعيم. ايه ده يا ريس؟ ده مش كلاشينكوف. كلاشينكوف ايه يا مغفل؟ ده انضف من الكلاشينكوف 100 مره. ولا انت خدت على شغل ورش النهضه وابو حشيش؟ الحته دي نظيفه، ولو خدشتها هزعلك. ماشي يا عمنا، واللي انت طلبته انا جبتهولك. انا بقى عايز حته كلاشينكوف، عندي فرح كبير عايز اعمل فيه الواجب ونقضي المصلحه. فرح؟ ماشي يا فقري. نحله انا يا زعيم. ادفن الجثه، ولو عم ياسين سأل عليا او ميمي قول لهم هطلع مشوار وارجع على طول. انا يا زعيم. تعالى يا عم عشان اجيب لك مصلحتك. تسلم لي يا عمنا. سيب لي الموضوع، انا اروح اتكلم مع هيثم ده واتصرف معاه. عم ياسين، الواد ده مشكلته ما بيكبرش حد. معلش هي محاولة. الحق دي اهل العيال اللي اتحبسوا النهارده جايين بره وشكلها هتبقى مجزره النهارده. طب هات السلاح من جوه. بس يا راي اهدى، مفيش سلاح هيطلع، انا هتصرف.